السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله. اليوم درنا زعلوك. قلت علاش لا ما نشاركش معكم واحد الطريقه اللي كتجي سهله وبنينه بنينه بزاف ديال الزعلوك. المهم كما كتشوفوا انا دايره هنا واحد الطبسيل شنو فيه شرموله، فيه هنايا دايره واحد معلقه صغيره ديال صوص طوماط وشويه ديال التحميره، ما ديروش بزاف. هاد التحميره راها مره، معلقه صغيره من عمرج ديال الكمون، حيت انا درت جوج فلفلات وجوج دنجالات. انا واحد شويه الحامض باش كتجي واحد اللوغو زوين، واحد المذاق، وزيت البلديه وشويه الملحه وشويه السودانيه. المهم كما كتشوفوا هنايا انا راه شويه الفلفله والدنجال ومطيشه كنشويهم. المهم انا كيعجبوني هادو، كيبقاو كيعجبوني ملي كيتشرملوا كيجي واحد البنه زوينه. وعاد زيت كنزيدو هنايا. المهم كما كتشوفوا والسر ديال البنه هو هذا القزبور اللي مدقوق مع الثومه، غير القزبور بوحدو. المهم انا غنخلط هادشي مزيان وغندير عليه بعد ما خلطت هاد العناصر هادو كاملين. كما كتشوفوا هاد العطريه راه كتجي بحال العطريه ديال الحوت. المهم غنشرمل مزيان باش تدخل معاها، وغنحطها غير فوق البوطه شي شويه تشحر، ونوريكم التقديم النهائي ديالو كيفاش كيجي زعلوك ديالنا. ايوا هو زعلوك وجد كما كتشوفوا. انا كنشحر في الطاجين بشويه زيت البلديه كيجي رائع. وكتجي هاد الفلفله هادي كتعجبني، هادي ملي كتشحر كتجي واحد المذاق ديالها زويون. ورفقناه بواحد شليضه ديال مطيشه والخس. المهم ما دوش عليا، راه صدي لي شي شويه، راه دابا نتوما عارفين هاد البرد هذا راه بدا كيدخل. المهم الجو كيتغير، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كيجي زوين مشحر زوين. هاد الشرموله هادي ما تسخاوش به، جربوا هاد التعلوك هذا وراه يعجبكم.